السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده باذن الله هعمل لكم وصفة حواوشي جميلة جدا، مش مكلفة وموفرة، وهترمي معاكي كمية كبيرة من نص كيلو كبد وقوانص. هنعمل 13 رغيف حواوشي. تعالوا نبدأ على بركة الله ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ وصفتنا الجميلة. بقى يا حبايبي هنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا حطيت هنا زبدة على زيت علشان طبعا الزبدة بتتحرق. تمام، هي كده سخنت. هنزل بقى بالبصل. انا عندي هنا دول حوالي كيلو بصل. تمام، فرمتهم ناعم جدا في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل كده في الصينيه. الوصفه دي طبعا بتحب البصل، وطبعا انا عايزه اقول لكم الخضار عموما هو اللي هيزود ويضاعف الكميه معاكي. تمام، هنسيب البصله كده لما تدبل. انا ولا عايزاها تحمر ولا تصفر، انا بس عايزاها تدبل. بصوا حبايبي هي كده دبلت اهيت، الريحه القويه بتاعتها خرجت. انا زي ما قلت لكم مش عايزاها لا تصفر ولا تحمر، انا بس عايزه الريحه القويه اللي هي بتاعت البصل دي تخرج منها وخلاص. طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هنزل بالكبد والقوانص، انا مقطعاه صغير قطع صغيره. هنزل بيها كده بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه بقى ايه واحده تستسكى وتقول ايه طب نفرمها في الكبه احسن وكده. لا، انا استسكيت زيكم كده وفرمتها في الكبه ولقيتها طالعه كده معجنه وشكلها مش الطف حاجه يعني. فمعلش هو المجهود بقى ان انتوا تقطعوها ايه قطع صغيره، معلش يعني معلش. الوصفه بقى زي ما قلت لكم بتحب البصل الكتير. احنا بنشتري رغيف الحواوشي من بره بمبلغ وقدره، وطبعا ما بيبقاش فيه لحمه كتير او سواء بقى باللحمه المفرومه او بالكبد والقوانص او باي حاجه ما بتبقاش اللحمه فيه كتير. فاحنا لا، احنا بدل ما نشتريه بره بالغالي احنا نغش هنا في البيت براحتنا وناكل احسن حاجه وانضف حاجه. تبقى انتي ايه غشه الحاجه بس ايه على ضمانتك يعني. فغشوا براحتكم يا ولاد وشبعوا عيالكم واملوا البيت خير وبركه. تمام كده. طيب احنا بقى كده هنسيبها ايه تدي مع نفسها كده حوالي 5 دقايق. بعد كده يا حبايبي بعد ما ادت وخدت مع بعضها كده هي والبصل وخدوا ودوا مع بعض 5 دقايق، خدوا ودوا بشكل ودي. هنحط بقى فلفل ده فلفل رومي. عايزين بقى تحطوا فلفل سبايسي الوان براحتكم خالص 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 خالص. احنا بنعمل وصفه مدبره يعني ما تلتزميش بيا خالص، اللي موجود عندك حطيه. اي فلفل عندك ماشي. هتحطي قد ايه؟ حطي الكميه اللي انت حباها. دي اكله البركه يا حبايبي، وزي ما قلنا اساس الاكله ديت الغش، لازم نغش في كل حاجه. كتري خضار كتري خضار زي ما انت عايزه علشان ترمي معاكي الاكله، ترمي معاكي وتكفي الشعب اللي عندك، وان شاء الله هتبقى جميله جدا. هنقلبها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. ومحدش هيعرف حاجه يا ولاد والله، يعني محدش هيقول لك ده كتير ده قليل. بصي دي اكله البركه، واحنا في ايام جميله والدنيا حلوه والدنيا رخيصه. فيعني معلش خليكي انت الشريره وغشي. انا عايزه اقول لكم احنا بنشتري رغيف الحواوشي اصلا كله بصل وفلفل ومكونات قد كده وعلى فكره ما بيبقاش فيه لحمه. هما بيطحنوا البرغل مع اللية او الدهن، بيطحنوه بيفرموه جامد جدا وبيحطوه للبصل وللفلفل. ويا سلام، واجمل حاجه الماده الدهنيه اللي بتخلي الرغيف ينز كده هي اللية يا جماعه والله. لكن انتوا فاكرين يعني ان رغيف الحواوشي هيبيعهولك بالمبلغ اللي انت بتشتري بيه وفي لحمه من 400 جنيه ولا 500 جنيه؟ طبعا لا. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. هنحط ملح بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اللي يقولك بقى لازم توابل معينه والاكله تبوظ لو ما حطيتيش توابل معينه، قولوا له اتركن على جنب بقى في الايام السوداء اللي احنا فيها دي، وحطي اي بهارات عندك يا حبيبتي. الدنيا غاليه والحياه غاليه، دعبسي وطلعي اللي نفسك فيه وحطي اللي نفسك فيه. ده انا لقيت عندي شويه بهارات فراخ قلت يلا ما بدهاش، مش هتقول لا والله. لقيت عندي شويه كبسه مطحونه كده توابل كبسه، قلت يلا ما بدهاش حتى لو اللون يعني مش لازم يعني تطلعوا اللون بتاع المحلات والله، وهتطلع جميله ان شاء الله.
وحطيت فلفل اسمر، وحطيت شويه كزبره ناشفه، واديتهم مع بعض كده تقليبه حلوه. النبي الريحه طالعه زي العسل. بصي الاكل نفس، يعني انت طالما بتعملي الحاجه بحب اكلك هيطلع زي العسل. عايزه اقول لكم بقى عندك طريقتين برضو، احنا لسه هنزود حاجات تاني. خدوا بالكم الاكله ما وقفتش على كده، احنا قلنا هنغش على قد ما نقدر علشان نكفي الشعب كله، الشعب كله اللي هو ولادنا. تمام كده. طبعا الحواوشي بياكل، وكل واحد عايز له بقى مش على الاقل من 3 رغيفه ولا حاجه. طب هي الكميه دي ام انس هتكفي؟ لا طبعا مش هتكفي، لسه هنزود تاني. فانا بديكوا اقتراحات. ممكن بقى تقومي عامله ايه؟ لو عندك برغل، البرغل الاصفر الناعم الجميل دوت تنقعيه وتقومي حطاه مع الوصفه وانت شغاله كده، وتسيبيه يستوي معاها. تمام كده. البرغل حطي الكميه اللي انت عايزاها، محدش هيقولك حاجه انت بتحطي ايه وبتزودي ايه، ولا هيبان خالص ولا حد هيحس بيه اساسا. بالعكس هيديكي كأن عارفه كأن لحمه مفرومه برده في وسط الاكل ده، غير طعمه بيبقى تحفه على فكره. تمام كده. طيب انا برضو لقيت ايه، لقيت ان انا كنت عامله شويه فلفل كده الوان، ضرباهم كده في الخلاط وحافظاهم، وعملوا كده شويه صوص كده. فانا هنزل كده بحبه محترمين يدولي برضو طعم للوصفه بتاعتي بالصوص بتاعهم كده، مش هيقول لا. انا كده كده محتاجه ان هي تبقى فيها شويه صوص عشان تسوي القوانص معايا، لان انا عايزه الوصفه ديت تستوي سوا كامل قبل ما اعملها في السندوتشات بتاعه الحواوشي. طيب هي حبه الفلفل اللي انت حطيتيهم دول يا ام انس خلاص كده هم اللي زودوا؟ لا طبعا يا حبايبي، انا قلت لكم هتحطوا برغل. ده معاكي حل. الحل التاني ممكن بدل البرغل رز. ايه الرز ده يا ام انس؟ انا النهارده هعمل شويه رز ابيض في حله صغننه كده، يعني مثلا كوبايتين ولا حاجه، لان انا زي ما قلت لكم هاكل الشعب اللي عندي فعايزه الكميه ترمي معايا. طيب هعمل كوبايتين رز ابيض من غير ما فيهمش ولا اي حبشتكنات، رز ابيض عادي خالص. طب يا ام انس انا عندي شويه رز بايتين، والنبي ما هيقولوا لا. طب عندي رز بشعريه، والله ما هيقولوا لا. اعملي اللي عندك، حتى لو انت مش عايزه تعملي جديد اعملي اللي عندك. بصوا يا حبايبي انا خليتها حطيت لها نص كوبايه من الميه علشان بس ايه، يبقى فيها صوص كده تستوي فيه، لان انا زي ما قلت لكم عايزاها تستوي سوا كامل. لازم القوانص وكل حاجه تستوي كامل، فطبعا الكبده بتستوي بسرعه فهي القوانص بس اللي محتاجه سوا كامل. بصوا بقى يا حبايبي ادي الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بقت جميله ومستويه وزي الفل. وعايزه اقول لك طول ما انت شغاله، طول ما هي ما بتستوي حسيت ان القوانص لسه نيه، حط لها شقشاق ميه لحد ما تستوي سوا كامل. وانا هنا عملت الرز اهوت، بصوا رز ابيض عادي خالص. وزي ما قلت لك لو انت عندك حتى رز بايت مفيش مشكله. طب كميه الرز اللي هتحطيها قد ايه؟ حطي زي ما انت عايزه يا حبيبه قلب ام انس. احنا قلنا الاكله دي اكله البركه، وبعدين احنا عندنا جيش لازم نشبعه. هنحط بقى كده ونقلب ونشوف، حبينا نحط تاني نحط، لقيناها كفايه كده مفيش مشكله. هنقلبها كويس. بصوا بقى يا حبايبي انا هنا خلصت الوصفه اهيت، قلبت بقى الرز وحطيت الكميه اللي انا حباها. زي ما قلت لكم دي اكله البركه، وحطي الكميه اللي انت عايزاها. حد هيقول لي بقى، واحده من الناس بقى الاغنياء بقى تقول لي يا ام انس حد ياكل حواوشي عيش برز؟ اه يا حبيبتي انا زمان قبل ما اعمل عمليه التكميم كنت باكل المحشي بالرز بالعيش كمان. ماشي. الاكله ديت للناس الايه اللي هم تلاجتهم فاضيه، ماشي، اللي هم عايزين يعمروا بيوتهم. انما الناس بقى اللي هي اغنياء يشيلوا منها وصفة الرز ويشيلوا منها البصل الكتير بقى ويعملوا بقى يكتروا. بصوا بقى ده عيش اهوت، انا جايبه لكم بقى عشان التصوير عيش سياحي، لكن انا في الحقيقه بجيب العيش ابو شرم مش هيقول اي حاجه. بصوا بقى انا فاتحاه الفتحه العاديه اهي، قرب كده اهو، وتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها، وافرجي افرجي افرجي وعمري بيتك واكلي ولادك وشبعيهم، والله العظيم هيتهبلوا عليه. انا عندي اختي ام ادم بتعشق الاكله دي من ايدي. بصوا رغيف بسم الله ما شاء الله. عايزه بقى اوريكم حاجه. طب انا جبت العيش السياحي وطلع فيه النقره دي، هرميه؟ ده عيش سياحي ولا يهمك يا حبيبتي، اي عيش. انا لقيت عندي حته عيش شامي
حته عيش بلدي حطي هنا ودي، مش هتقول لا. مفيش حاجه هنرميها ان شاء الله. طب حد واحده هتقول لي يا ام انس هو طالع لونه عامل كده ليه؟ مش زي الحواوشي بتاع بره. السر يا حبيبتي في الخلطه بتاعه البهارات بتاعه الكبسه، هي اللي اديته اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. انت لو مش عندك بهارات الكبسه وهتحطي اي بهارات، كل نوع بهارات هيديكي لون وهيديكي شكل. تمام كده. هخلص بقى الوصفه كلها وهوريكم بقى واحنا بنسويه. بصوا بقى يا حبايبي، حطيت بقى صينيتين كده ماشي، وحطيت في كل واحده زيت، وهبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم احط بقى الحواوشي بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياخد وش هقوم قلباه كده، تبقى وصفتنا خلصت وزي العسل. طبعا انا عايزه اقول لكم انا مسخنه طبعا الطاسه كويس، بعد كده بنهدي النار شويه علشان يعني العيش ما يتحرقش. خدوا بالكم الرز والكبد والقوانص وكل حاجه مستويه، فاحنا مش هنحتاج غير ان احنا بس نحمر العيش وخلاص، زي طريقه المحلات. يا حبايبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عايزه اقول لكم الكميه نص كيلو كبد وقوانص رمت لي كميه كبيره، عملت لي حوالي 13 رغيف. انا عايزه اقول لكم دي نص الكميه، لان طبعا بقوا ينتشوا مني العيش. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله طعمه تحفه تحفه تحفه. جربوا الوصفه على ضمانتي. وما تنسوش بقى يا حلوين لو الوصفه عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.